السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم البسبوسة الجميلة ديت زي ما انتم شايفين كده، بطريقة يعني سهلة وبسيطة وما خدتش كمان اي وقت. وما شاء الله طالعة بالروعة ايه زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندخل بقى على الطريقة على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. اول حاجة هنعمل الشربات. الشربات البسبوسة يعني بيبقى خفيف. هنحط كوبايتين سكر وهحط عليهم كوبايتين ونص مية. وهنحط عليهم معلقة عسل جلوكوز وعصرة ليمون. وهنرفعهم بقى ايه على النار. هنحط بقى على النار ونعمل بقى معاكم بقية مكونات البسبوسة بتاعتنا. دي بقى كل المكونات اللي هستخدمها. معايا كوبايتين ونص سميد، وديت نص كوباية دقيق عادي، ودي كوباية سمنة، ومعايا بيكنج باودر وعلبتين زبادي. هنحط بقى الدقيق على البسبوسة والبودر ونقلبهم ايه كويس مع بعض. ده باكو باودر يعني معلقة كبيرة، بتبقى بيخليها هشة خالص وجميلة. البشر والزبيب مش حطاهم دلوقتي. هنقلب بقى دول كويس وهننزل بقى ايه بالسمنة بتاعتنا. طبعا اهم حاجة في البسبوسة نوع السمنة. يعني عايزين تاكلوا بسبوسة حلوة تستعملوا طبعا نوع سمنة كويس. هنبس بقى البسبوسة بالسمنة كويس خالص لحد كل الحبات بتاعة السميد ما تتغلف بالسمنة بتاعتنا. يعني انا هنشيل المعلقة دلوقتي وهنعملها بايديا. لازم كل البسبوسة تكون متغلفة بالسمنة. هنا بقى بعد ما غلفتها كلها بالسمنة هننزل بقى بالبشر والزبيب. اللي حابب يحط بقى اي مكسرات يعني تانية يحطها. هنقلبهم برضو كويس كده معاها، وبعد كده بقى هنضيف علبتين الزبادي بتوعنا. دول حوالي كوباية زبادي، يعني العلبتين دول هيبقوا كوباية. يعني لو عندكم زبادي في البيت ممكن تعبروا كوباية منه. تحطوا يعني مقدار كوباية. هنا بقى هنقلب ايه حاجات بسيطة بس يا دوبك بس نعمل بس الزبادي كده معاها، وبعد كده نوقف على طول عشان كتر بقى التقليب هنا بيخليها تطلع ناشفة من الفرن، متبقاش حلو. هنا بقى خلاص بقت جاهزة معانا. جبت الصينية بقى ومغلفاها بالسمنة. هننزل بقى بكل كمية البسبوسة بتاعتنا. هنسيبها بقى كويس كده في الصينية. هنحاول يعني نسويها كويس ونخليها كلها سوي بعضها عشان متبقاش في حتة عالية يعني وحتة ايه واطية. هنا بقى ما شاء الله بعد ما خلاص سويتها، كان عندي بقى كده شوية مكسرات، ده بندق كده على شوية سوداني. عملتهم في الكبة كده ايه، ما خليتهمش ناعمين يعني ايه خشنين كده. وهنحطهم بس كده ايه على الوش.
الحركة دي يعني اختيارية، اللي مش حابب يعني ما يعملهاش، بس هي ادت شكل وطعم كمان جميل خالص للبسبوسة. بس هنضغط عليهم ضغطة كده بايديا عشان ايه، لما يدخلوا الفرن يعني ما يتحرقوش، عشان يبقوا داخلين بس جوه الايه بسبوسة كده. هنا بقى صينية البسبوسة ما شاء الله بقت جاهزة. هندخلها بقى الفرن، طبعا انا مسخناها على درجة حرارة عالية، واول بقى ما تاخد لون من فوق ومن تحت هنطلعها معاكم. تاخد حوالي نص ساعة في الفرن. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله واخدة اللون الذهبي الجميل ده، هننزل بقى عليها بالشربات بتاعنا، وهي لسه ايه سخنة كده، والشربات دافي يعني مش سخن قوي ولا بارد قوي. نبتدي بقى نحط فيها كده لحد ما تقيت. هي ما شاء الله ما شاء الله طالما ناجحة كده يبقى، طالما بتشرب الشربات كده تبقى هي ناجحة. هنغطيها بقى ونوريها لكم ان شاء الله لما تبرد. هنا بقى ما شاء الله بعد ما بردت هنقطعها بقى معاكم. ما شاء الله كانت جميلة خالص، وكانت دايبة كده دوب، كانت احسن كمان من اللي بنجيبها من بره. طلعت بس اول حتة كده عشان نوريكم بقى حتة حلوة كده من النص. كمان واخدة لون من تحت جميل خالص ومن فوق ومستوية كمان من النص. والسمنة البلدي ما شاء الله مديها طعم وريحة جميلة. هنا بنوريكم كمان الصينية كمان من جوه، ما شاء الله روعة خالص. كان طعمها تحفة. نوريها لكم كمان كده من قريب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هندوقها بقى معاكم. قطعة كمان متماسكة يعني مش سايبة يعني نفسها خالص، مش مهرية يعني، وفي نفس الوقت حلوة خالص.